السلام عليكم ومرحبا بكم في فيديو جديد على القناه ديالكم اي توكس. حلقه جديده من سلسله الازمنه المتعلقه بالدروس الانجليزيه. في هذه الحلقه ان شاء الله غنشوفوا التنس ديال present perfect continuous. غنشوفوا واحد small introduction نفهموه بعدا قبل ما ندوزو الاستخدامات ديالو. غنشوفوا نوع الافعال اللي كنقدروا نخدموها ونستخدموها في present perfect continuous، حيت ماشي all the verbs نقدروا نخدموا بهم. و of course غنشوفوا التركيب ديالو، كيفاش نطرحوا سؤال، كيفاش نفيو، كيفاش نكونوا جمله. دونك هادشي اللي كاين، بقاو معايا. دونك اول حاجه خصنا نعرفوها في هاد التنس هذا هو ان هاد التنس هذا بحال present perfect كيربطنا الماضي بالحاضر، دونك كيربطنا واحد الاكشن كانت في الباست باقي كاينه حاليا دابا وباقا مستمره حتى النير فيوتشر، حتى المستقبل القريب. دونك هذا هو البريزنت بيرفكت كونتينيوس، واحد الاكشن بدات في الباست باقا كاينه دابا وباقي امكانيه انها تستمر حتى النير فيوتشر، المستقبل القريب. دونك دابا نشوفوا الاستخدامات ديالو. دونك اول استخدام وهو المشهور في البريزنت بيرفكت كونتينيوس هو action started in the past and continue to the present. دونك شي اكشن بدات في الباست وباقا مكمله في الحاضر وباقا ماشيه. دونك هذا هو الاستخدام الاولاني. دونك في هذا الاستخدام هذا كنستخدموا فور و سينس اللي شرحناهم في الدرس اللي قبل ديال present perfect. كنستخدموا حتى في present perfect continuous نفس المعنى نفس الشرح. دونك اذا قلت I have been working at this company for 10 years يعني انني خدمت 10 سنين، كنت خدام هذه 10 سنين وباقي خدام، ولكن التوتال ديال الخدمه اللي خدمتها المده ديالها 10 سنين. اذا بغيت نبدلها بسينس دونك كنذكر فقط المده اللي بديت منها الخدمه. I have been working at this company since 2015. أنا بديت الخدمة في الشركة منذ 2015. دونك الأكشن كتكون في الباست باقي كاينه دابا وباقا مكمله، يعني انا باقي خدام باقي مكمل في هذه الشركه هذه. دونك هذا هو الاستخدام الاولاني ديال هذا التنس هذا. دونك بين الاستخدامات ديال present perfect continuous هما actions that have just recently stopped. دونك اكشن يلاه دابا وقفوا. دونك مثلا كيكونوا ديجا ديناهم في الباست ويلاه وقفناهم. دونك فور اكزامبل اذا كانت الشتا كطيح، الشتا كانت كطيح ووقفت، ملي كنقول مثلا the grass is wet it must have been raining، دونك كنعرف بان الشتا يلاه وقفت حيتاش الربيع باقي مفزك. دونك نتيجه ديال الشتا كانت كطيح الارض ولا الربيع مفزك. دونك هذا حتى هو كيبقى استخدام ديال present perfect continuous. دونك استخدام ثاني ديال present perfect continuous هو emphasizing the duration of an action. دونك ملي كنبغي ناكد على واحد المده ديال واحد الاكشن كنقدر نخدم بالpresent perfect continuous. دونك ملي كنقول مثلا he has practicing the piano all afternoon كنأكد على المده اللي كان كيقوم بها هو كيبراكتيسي ديك الفعل هذا. دونك الاستخدام الرابع هو ملي كنسقسيو the questions على اخر حاجه قمتي بها. دونك ملي كنسقسيو على شي حاجه يلاه تعملت كنخدموا بالpresent perfect continuous. نقدر نقول لك what have you been doing all the day. دونك هنايا كنسقسيك شنو كنتي كتعمل طوال هذا النهار هذا. دونك النهار كيكون يلاه داز كنسقسيك شنو كنتي كتعمل في هذا النهار هذا. دونك حتى هذا كيبقى استخدام من الاستخدامات ديال present perfect continuous. دونك كنظن هادو هما الاستخدامات الاساسيه دونك اللي يمكن لكم تعقلوا عليهم لانهم غتشوفوهم بزاف وغتستخدموهم حتى نتوما بزاف في present perfect continuous. دونك قبل ما ندوزو للتركيب خصنا نعرفوا ان الفيربس كينقسموا لجوج الاقسام، كاين stative verbs وكاين action verbs. دونك هاد stative verbs هما الافعال اللي ما كيدلوش على الاكشن، كيدلوا على المشاعر الاحاسيس. for example believe كيامن، feel، know. دونك هاد الافعال هادو ما كيدلوش على الاكشن، كيدلوا على الاحاسيس المشاعر. هاد النوع هذا ما كيتصرفش في present perfect continuous، فقط كنقدروا نستخدموا الاكشن verb. دونك بحال مثلا play، close، fix، الافعال ديال الاكشن هما اللي كنقدروا نستخدموهم في present perfect continuous. دونك هاد النقطه دي اساسيه. stative verbs ما كيتصرفوش في present perfect continuous. for example اذا قلنا I have been understanding the lesson هذه خاطئه، الجمله الصحيحه I have understood the lesson. دونك استخدمت understand في البريزنت بيرفكت، ما يمكنش يستخدموا في البريزنت بيرفكت كونتينيوس. دونك هاد النقطه اساسيه خصنا نعقلوا عليها. دونك ندوزو دابا للتركيب ديال هاد التنس هذا. دونك التركيب سهل بزاف، كنحتاج الفيرب تو هاف بلاس بين بلاس الفيرب بلاس اي ان جي. دونك فور اكزامبل فيرب تو ورك في الاي واليو وي داي كنقولوا have been working، وفي الهي شي ايت has been working. دونك سهله. في النيجاتيف كنزيدوا not more الفيرب تو هاف وقبل been. for example في الاي واليو we they have not been working، وفي الهي she it كنقولوا has not been working. وفي الكويشن سهله حتى هي just كنزبقوا الفيرب have وكنكملوا الجمله. دونك كنقولوا have I ولا you we they been working. في الهي she it كنقولوا has he ولا she ولا it been working. دونك
بهذا الشكل هذا كنطرحوا السؤال وكنفيو الجمله. واحد النقطه غنختم بها وهي ان الفيرب ملي كيتزاد له الاي ان جي كاين الفيرب اللي كيبقى كما هو وكاين الافعال اللي كيتغير. هاد الافعال هادو اللي كيتغيروا شرحتهم في الدرس ديال present continuous. تقدر ترجع من present continuous تعرف الاصناف ديال الافعال كيفاش كيتغيروا وشنو اللي كيوقع لهم. دونك حاول ترجع للدرس ديال present continuous تشوف التغييرات اللي كيوقعوا للفعل باش تيفيتي الميستيكس اللي تقدر توقع فيهم. دونك هادشي اللي كان في الدرس ديال اليوم. ما تنساوش تابوناو وتفعلوا الجرس. دونك اللينك ديال الجروب ديال التليجرام تحت غتجبروا لينكس كيشرحوا اكثر هاد التنس هذا، غتجبروا اكزرسايزز باش ترينيو وتبراكتيسيو الفهم ديالكم. نشوفكم ان شاء الله في فيديو اللي ماجي. السلام عليكم.